ياسمين. صباح الفل على الناس الفل. بص يا بنات الشياكه والجمال، بص الفل اللي عندها بقى ده ياسمين جمال، عند ده بقى مامته. الجمال ده حاجتنا الحمد لله بعد فضل من ربنا، واللي جرب يقول واللي خد حاجتنا جربها يقول عننا ويقول ايه رايك. طبعا انت عين متابعينك، ايه رايك؟ القماش التركي اصلا يعني لا يعلى عليه والله ولا المصري، بس التركي افضل كمان. بقى التركي افضل في الوانه وفي رسوماته وكل حاجه، ومزهزه وبيبقى على حاله. أيوة. وبعدين بيبقى في امكاننا اللعب كله. أيوة. زي ايه مثلا؟ يعني لون زي ده هجيب له لون زي ده كده، تحط له رصاصي، تحط له جنزاري، تحط بصوا اهي، بصوا ما شاء الله. بصوا اللونين، بصوا اللونين في بعض، يعني شياكه شياكه شياكه. والخامه انتوا عارفينها، يعني انا مش هقول لكم على، انتوا مجربين الخامات بتاعتها. وانتي مجربه ايه رايك؟ ايوه لا والله انا خدت المصري كانت جميله، عملتها ببيتي والله. وعين متابعينك، ايه رايك؟ وحتى خدت الستاره تحفه، ستاره البلكونه بصراحه. بصي الجمال. المتر ده النهارده بس لمده قد ايه ميدو؟ لمده فتره محدوده، لا هنقول لمده فتره كبيره شويه عشان خاطر اولياء الامور والمدارس اللي طحناهم. ايوه لغايه قد ايه؟ اسبوعين مثلا؟ اسبوع؟ اسبوعين يعني نص 10 بنات ان شاء الله. ان شاء الله المتر ب 50 لنص 10 في التركي. في التركي جميل. التركي الاصلي والخامه النظيفه، وعند ميدو وعند ام ميدو بس. واحنا نمبر 1، ومش هقول لك احنا نمبر 1، انت اللي تحكمي اذا كنا نمبر 1 ولا لا. القماش بتاعكم باين يا ميدو، مش محتاج. الحمد لله رب العالمين انك كسبوا الناس. 15 انا عايزه اشرب قهوه دلوقتي. والله فعلا عايزه افوق. ايه رايكم؟ بص الالوان احمر، الالوان الحمد لله احنا بنتمتع الحمد لله برسومات والوان الحمد لله. بصوا الالوان ما شاء الله. بصوا ده كله ده التركي يا بنات، كل ده التركي، كل ده الخامه الاصلي، كل ده التركي الاصلي عند مامتي، كل ده دخل تركي. بصوا ده التركي برضه. احنا بنفرجكم ونقول لكم ايه رايكم. بس ده التركي، ايه رايكم؟ الحمد لله رب العالمين بعد فضل من ربنا. ده الاصفر بقى عليه الاخضر يا جماعه، بجيب لك الاخضر الملكي. بصوا احط لك عليه الفاتح غمقوه، يعني لما يكون الطقم فاتح كده حطوا له مخده غامقه، والغامق فتحوه. ايوه ما هي الدنيا كده. أيوة. يعني ده بحط عليه اصفر. ايوه احمر كمان يبقى جميل. واصفر. ايوه على حسب كل واحد وذوقه بقى، احنا نعمل لك اللي انت عايزاه. كل واحده يعني الشغل اللي انت عايزاه. هو بنات طالع موضه اصلا الساده في المنقوش، موضه قوي يعني، نازل موضه قوي الساده. اما بنعملوا حاجه كده بتبقى شيك قوي. بصوا يا بنات الساده في المنقوش تحفه. بصوا بنعملوا موديلات حلوه قوي بنات، تحفه قوي. بنعملوا موديلات كمان بالجبير، وبنعملوا موديلات بالكرانيش، وبنعملوا موديلات انت بسم الله ما شاء الله. انا لو كان عندي دلوقتي كنت فرجتكم موديلات ما شاء الله، بس جاي الاوردر ان شاء الله هفرجكم. ان شاء الله هنفرجكم. بصوا يا بنات القلوب الحمراء بقى، بصوا نازل القلوب الحمراء دي جديده. جبنا بقى ايه الترند الجديد نازل جديد. بصوا بقى القلب ده نازل جديد والله. هو محتاج عايز منه فيه والله، هو عايز منه فيه فعلا. منه فيه، مش محتاج يبقى مبهرج قوي، لا منه فيه يعني. حتى عايز تعملوا مخدات سودا نعمله، مخدات حمراء نعمله. احلام خلاص بقيتي استاذه في الملايات. خلاص سويت بقالي كام سنه، 5 سنين في الملايات يا جماعه اهو. ايه رايك؟ بنت بتاعت ملايات. لا ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. ايه رايك؟ ما شاء الله. لا خامتها والله يا بنات قطن ما شاء الله اهو. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. طبعا. الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل ربي، ان فضل الله علينا عظيم. الحمد لله. ايه رايكم؟ جميل. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. اللهم بارك. اللهم بارك يا رب. بارك يا رب. بصوا بقى استني يا ميدو. ايه؟ استني. بصوا يا بنات في كور حمراء ارضتها حمراء. انا شايفه حاجه ايه؟ كور حمراء. بصوا بقى وكور سوداء، في ناس بتدخلها في بعضها. بس انا بقى ايه اخترعت لكم اختراع عند مامته النهارده. ايه رايكم لو نعمله ملايه سمراء ومخدتين حمراء او العكس؟ هتبقى شيك قوي. يعني مثلا الملايه، لو الناس اللي عايزه الملايه السمراء وتكلفتها الملايه الاحمر الملاليم تمام. في ناس تحب الملايه هي الحمراء والتكلفه بتاعتها الاسود الملاليم. جميل. بس هو بصراحه اختراع يعني فكره فكره كويسه. فكره حلوه. فكره كويسه. بصوا يا بنات هتبقى حلوه قوي. الناس اللي عايزه تاخد سكرين شوت وتجيب وتقول لي اعملي كده يا ميدو اهو زي ما انا هيعمل كام بقى الطقم كده؟ هو ما هي القماش هنا المتر هنا هو هنا، المتر هنا 50 هو 50. ايوه المتر هنا 50 بس حسب ما ياخد بقى. شوف هي عايزه تعمل كرانيش ازاي. لا انا بتكلم لو هو سرير عادي. لو سرير عادي هو صح كده. اللي هيتشال من هنا هو اللي انا هحطه هنا. ايوه هو. لكن لو كرانيش لو حاجه لا ما بتكلمش على حاجه ثانيه. بتكلم على العادي. ايوه هنا دي كده شفناها دي. هات اللي وراها. هات ايه بقى اللي وراها؟ التايجر. لا والحته الخضراء دي والحته. بصوا يا جماعه، بصوا جمال الالوان. بصوا يا بنات الحلوه قوي في التركي ان الوانه مزهزهه قوي وخامته تقيله ونسبه القطن فيها عاليه. انا بصراحه برجح القطن التركي للعروسه اكتر عشان زهزهه اللون. فعلا صح؟ فعلا. بصوا يا بنات بقيه الالوان اللي عند ميدو.
برضو مش هنقول حاجه، هنقول المصريه برضو حلوه في ايه؟ المصريه على قد ايد الست البسيطه اللي تحب تفرش، اللي تحب تفرش بيتها، حاجه بسيطه وحاجه حلوه. لكن التركي بالنسبه للعريس والعشره وبعدين بيدوب على حاله. ايوه حاجه 10 على 10. الله ينور. حسن ده تايجر بقى مش اسد. اميدو كيف التايجرات حتى في اللبس. علمتك التايجر، ما لبستيش طرحه تايجر ليه النهارده؟ ما عشان ده ما يليش عليه تايجر. المره الجايه بقى. بصوا يا بنات، بصوا عايزه بقى ده انا من عشاق التايجر. حابه اجيب لكم بقى الرينج لايت واعمل لكم ايه انا واميدو ايه ريفيو مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس تايجر بس يا احلام لازم يعني عشان تطقموا تايجرات. بصوا يا بنات، الفراشات بقى المضيئه، الفراشات المراجع التاني بكل قوه، الفراشات المضيئه. الفراشه الساحر اللي عايزه الساحره. الساحر اللي عايزه بنات، اللي عايزه اي صوره من الملايات ديت هتاخد سكرين شوت. يعني ايه؟ تجيب تليفون ابنها وتصور الصوره اللي واقفه عليها دي وتديها لام ميدو على الواتس. رقم الواتس بتاعك، رقم الواتس 012 00 770 537. مكانك فين يا ميدو؟ ساعة كرموز في اسكندريه على الترام عند مسجد الكومندان. بعد مسجد الكومندان اهو. انا يا جماعه انا اهو، والمسجد الكومندان ورايا وراه اهو. الكومندان ده بين باب الوسطاني وبين باب عمود السواري. ايوه تمام. يلا بينا نكمل. يلا بينا. الناس بقى اللي بتحب الورود واشكال الورود، تعالوا اتفرجوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الورود واشكال الورود. بصوا البيج ده تحفه. حطوا فيه بيج، حطوا فيه رصاصي. حقيقي انا ما بحبش الالوان في الوان، بس ده لما بيتكلف بالرصاصي بيبقى تحفه. ايوه زي ما احنا اتفقنا، مش كل طقم يتكلف، في طقم هو متكلف منه فيه وفي طقم لا يستاهل ان انا اكلف فيه، ان انا اعمله واشتغل فيه. طيب يا ميدو، احنا لو عايزين سريرين اطفال يا ميدو حلو من التركي يعمل كام فلوس؟ يعمل 400 جنيه. ده لو سرير متر و20. لو سريرين متر و20. متر و20 كل واحد عليه ملايه ومخده وتربيع. جميل. بكام؟ ب 400 جنيه. ب 400 جنيه. طيب لو حطينا له استك؟ لا لو استك بيبقوا 500، لان الملايه بتكبر. الملايه بتبقى كبيره جدا. والمصنعيه عشان الاستك، ومصنعيه الخياط. والاستك ما بحطوش في 4 جنيه، بحطه داير ما يكون. جميل. يلا بينا نكمل. بصوا يا بنات الورود بقى، بصوا الطابلوهات عند ام ميدو يا بنات. بصوا الطابلو ده في منتهى الشياكه والجمال. بصوا الشياكه الطابلوهات دي بقى. الطابلوهات دي تحسوا فاكرين لما كنا بنعمله الصالون من نفس الرسمه دي زمان؟ فاكره الطابلوهات دي بتبقى جميله. ايوه طبعا. تحس ان هي يعني حاجه ستايل. ايوه تحسي بطعم الملايه. ستايل كده. ملايه مشجره، ملايه شكلها حلو جميله. بصوا يا بنات الحمد لله احنا بنتمتع بالوان واشجار ورسومات الحمد لله بعد فضل من ربنا. لا هي جميله بصراحه، يتحط فيها بقى مخده ساده تبقى تحفه. حاجتنا لا ما شاء الله. هو القماش انا عارفاه، ما هو ما بيتغيرش، هو نفس القماش القطن التركي. احنا بنات مش شغالين غير في قطن، عشان بس ايه تبقوا احنا على نور كده. احنا شغالين في قطن، كل قماشنا قطن في قطن، يعني احنا شغالين في قماش قطن، ما بندخلش سموكه. ما فيش سموكه عندي، عشان بس تبقوا فاهمين. وانتوا بقالكم سنين معانا الحمد لله ومجربين، واللي جرب يقول حاجته ام ميدو. ايوه يكتب في التعليقات يا بنات. بصوا بقى الجمال بقى لما بص الدباديب عند ام ميدو بنات. الله على الدباديب. اللبان ده بقى واحط لكم حته بقى بامبا زي دي مخده، ولا اللون ده مخده، ولا السمره. ما بيحبش يحط ساده. عارفه ليه المشجر ليه الاطفال؟ مش هتقدري تكيفي الساده مع الاطفال. مع ان انا بعمل رسومات بالجبير وبعمل حاجات حلوه قوي. بدخل ساده في مشجر. هنا لو حطينا البامبا زي ما انت بتقولي هيبقى شكله حلو قوي. ولو كلفنا منه فيه هيبقى شكله احلى واحلى. هو اصلا مش ما نقرش. هو التركي بسم الله ما شاء الله. الكيتي يا ميدو، بس سيبنا الكيتي. بصي في رسمه زي دي. بصي بقى الكيتي فيها. في رسمه زي دي لونين في بعض. هو عامه اللي عايز يعمل حاجه معانا دي اذواق. دي اذواق. انا مش باخد عليكي ذوقي. لا ذوقك انت هو الراجل. هو احنا نعمله لك والاوردر يبعت لك، وعندها توصيل في اي مكان في مصر، في اي مكان، في اي محافظه في جوه اسكندريه بره اسكندريه عندنا توصيل وعندنا تغليف وعندنا خياطه وعندنا زي ما كنا بنقول. في توصيل في تغليف. انت في تفصيل لسه ده اخر الفيديو، احنا لسه وصلناش اخره. هتقفلي بدري. كملي يلا بينا. بصي بقى الكيتي عندنا بقى المربعات هنا، الدبدوبين البو دي جمال جدا. بصي دول مش البو يا بنات. لا مش البو. ده مش البو. دباديبي. ده يستحمل كمان الاطفال يا ميدو. حلوه قوي. يستحمل بقى. ولما بفرشه على السرير تحفه. بصوا يا بنات ما شاء الله بصراحه. هو كمان ايه الكيتي الثانيه دي بوسي. بوسي والله لونها لوحده كفيل ان هو يتحط كده لوحده كده، ولا عايز اي حاجه ولا كرانيش ولا. على فكره بنات مش كل ملايه تحب الكرانيش، انا شايفه كده. لا
صح يا ميدو؟ مش كل ملايه، مش كل ملايه بصراحه. انا لو ملايه زي دي عندي ما بحطلهاش كرنيش، هي مكرنشه، هي مشغله لوحدها، هي مزوقه. دي مش رسمه كده، بالطول. بصوا بطول السرير، بصوا هي اصلا رسم حكايه، هي بتتكلم عن نفسها، بتتكلم لوحدها. فما دام الملايه يعني هي منقوشه منها فيها اكتر من لازم، مش من حلو انك تحطي ياما بهرجه يعني. انا شايفه كده. انتوا طبعا كل واحد وايه وراحته، بنتوا ذوقه. بصوا بقى، بصوا جميل قوي. ايه رايك؟ جميل ما شاء الله. بصوا يا بنات، بصوا نقربوا، بصوا شياكه، بصوا الجمال ما شاء الله تبارك الله يا ميدو على شغلك وعلى قطنك وعلى قماشك. الله اكبر. الحمد لله. انا بنات خدت منها الستاره تحفه 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 بتاعت جميله ما شاء الله. ايه رايك؟ انا عملت شفت القماشه واقفه كمان لما هينزل عليها الشتاء هتفضل واقفه. ايوه ما باينه ما دام القماشه واقفه كده تنطر الميه زي الووتر بروف. ولا تحسي ان حاجه دخلت شقتي ولا تحسي ان حاجه دخلت على غسيلي، وكبيره وجميله. بصوا عملت واحده اختها لنفسي. بصوا يا بنات، بصوا بصراحه الستاره دي خدتها من ام ميدو. اقسم بالله القماشه بتاعتها والله يا جماعه انا بامانه خدتها. القماشه واقفه كده، واقفه في البلكونه كده، حاجه كده روعه يعني، ستراكي جميله. وعجبت الجيران عندي الله شو قلت لك، وعجبت الجيران عندي. قلت لهم من عند ام ميدو، قلت لك افرشيها والجيران كلها هتغير. لا عجبتهم بصراحه. قالوا لي بكام وكده، قلت لهم جميله. مترها كام الستاره؟ الستاره ب 55 يا بنات. على فكره ده التقيل عشان في منه خفيف. لا انا ما بجيبش الخفيف، ما انا بقول لهم ده التقيل. والله بيتباع بره في سوق الجمعه ب 70 جنيه، لكن عندنا وعند ام ميدو 55 جنيه. فده التقيل يا بنات. عشان انا بس عايزه اقول لكم ان القماش ده كله في منه تقيل وخفيف. يعني المجد العربي ده انا عندي منه الخفيف، كنت جايباها حته جاهزه كده في عيد مستعجله وحطيناها عندي منه خفيف. عند ام ميدو تقيله. لا ما انا بقول لهم عند ام ميدو، والله عند ام ميدو تقيله يا جماعه، مش زي اللي انا كنت فرشاها عندي. احنا الحمد لله بنتمتع بمصداقيه بيننا وبين كل زبون. يعني في منها خفيف عشان بس اللي يقول لا احنا مش كلام ولا كلام جندله ولا اي حاجه. لا ما هو في ناس ما اشترت وتقول لهم، وفي ناس اشترت وفي ناس انا نفسي اشتريت الستاره. ميدو ديت عامله مترها كام؟ نسيتي تقولي. 55. طيب القماش بقى بتاع الناس اللي بتحب المراتب، القطن زمان. القطن بقى القطن ده الجبلان. وبرده الجبلان عندها التقيل، والقطن بيور. ايوه بيور. ايوه يا جماعه، في جبلان تقيل وفي جبلان خفيف. ايوه القماش ده فيه منه تقيل خفيف عشان تبقوا منتبهين. دايما بقول لكم اذا ارضيناكم فتحدثوا الينا واذا لم نرضيكم فتحدثوا الينا على 012 00 7705 لا لسه ما خلصناش. بكام بقى المتر؟ الجبلان بكام المتر؟ 75. 75. هنخلوه النهارده ب 70. يلا بينا على المصري. يلا بينا. بصوا يا بنات، بصوا بقى عمكم الترند ده اللي وجع دماغي، القلب ابو ملايه. بس ده تركي. ده التركي. ايوه ده التركي. جايبين منه برضو المصري. في منه المصري. احنا بنات. لا وعملنا موديلات حلوه قوي دلوقتي. عملنا موديل المفرش اللي هو زي الطرابيه، الكورنيش من 4 جنيه. جميل. مكلف مش هكذب، بس بنحط عليه الشبير زي الميدور. بنحط بنعمله كرانيش كام طبقه فوق بعض. مش ده ب 500 ولا اكتر؟ لا ده اكتر من 500. اللي هو الثلاث كرانيش. اللي بيبقوا على التربيعات شفتهم وعلى الملايه. زي الميدور. ايوه ده الميدور. 3 جوانب. ايوه يعني بنات بصوا هنحطوا 3 كرانيش ب3 ادوار على الملايه وعلى التربيعات، فده هيكلف شويه عشان هو من القماش كمان التركي. بصوا يا بنات ده القماش كده التركي. احنا بنحط صدف منوش. بصوا بقى المصري في منه برده قلب احمر عشان بس تبقي فاهمه. بصي في برده قلب احمر من المصري اهو. بصوا يا بنات اهو. عايزه من ده نعمل لك، عايزه من ده نعمل لك. ده عرض لغايه 15/10 ب 50، وده ب 45. لا خلينا 42 برضه العرض عشان خاطر المدارس ودخلت المدارس. ال 42 اهو عند ام ميدو بنات. والامانه هنا بنات ان انا عندي الوان تركي موجوده، الله اكبر، موجوده في الالوان المصري. الترند المصري والترند التركي حاجه 10 على 10. بص كل اللي خد اللون الاحمر ده شكر فيه. القلوب الحمراء وحط فيها اللون الاحمر مخدات ساده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله حاجتنا ما شاء الله. صون طيبين يا بنات. الشتاء نزل والبديل السجاد شغال والدفايات شغاله. وكمان توقعوا جديد في بديل السجاد، في عالم السجاد في جديد عندي ياما ان شاء الله باذن الله. بص الله وريني الحته دي المربعات دي. ايه رايك؟ لا وريني دي. بصوا يا بنات الحته الشيك دي قوي. بصوا كده رقه وجمال. حاجه 10 على 10. يا سلام يا سلام على رقه وجمال. وريني وراها. بس اللي وراها يا بنات بصوا كمان ده كده. بص دي اللي كنت شايفينها دلوقتي في التركي اهي برده فيها في المصري اهي الباندا ب 50. عندك كده نجيبي؟ لا لو سريرين اطفال يا ميدو استني بس خلينا في المصري. خلينا في الباندا. في الباندا لو في سريرين اطفال 1.20 متر يا ميدو.
المتر و20 سرير اطفال ياخدوا 6 متر. حلو. عامل 330 جنيه. حلو. بخياطته بتغليفه بتقفيله، خامه 10 على 10. سريرين يا بنات. سريرين طقم كل يعني. سرير عليه مخده وتربيع، حاجه خامه 10 على 10. 10. بصوا يا بنات اللون بقى ده، بصوا الشياكه دي والرقه دي. انا عندي من ده بديل سجاد، من الرسمه دي بديل سجاد. في اللون ده وفي اللون الجنزان، صح؟ ايوه فعلا. صح كده؟ هي اللي بعتها والله. اشتغل بياع مع ام ميدو. والله. لا دي حاجتك. بصوا يا بنات، طبعا بصوا يا بنات اللبني ده شايفينه اهو في منه البامبا. ايوه. وريني البامبا المسخسخ على نفسه ده. كل جديد انا بجيبه لكم. بصوا اللون ده جديد اصلا، اول ما انا اشوف المرايه. والرسمه. ايوه الرسمه دي ولا جديدة لما أصلاً. تتقفل يا جمالها بجد. بصوا يا بنات الرسمه دي جديده. الرسمه دي اوريكم منها من شويه اللبني، ودي البامب بتاعتها. ورينا الحته الخضراء كده في بيضه، البوستاجه دي، البوستاج قلب خصايه دي برده جديده. حلوه قوي. انا طبعا بجيب لكم كل الجديد، الالوان الجديده. بصوا الشياكه، والله العظيم انا لو حطيتها على سريري ما هقول مصر عمري، ولا شفتها عند حد ما هقول مصر عمري. يا جماعه انا مش بتاعه قماش، اقسم بالله انا ما بعملش للتركي قد ما بعمل للمصري، بس التركي عظمه. تركي للعرايس 10. بصي الالوان التركي. بصي الالوان التركي سنه ورا جميله. احنا بنتكلم على ان الناس تقول لك لا ده الرخيص، لا بل بالعكس، ده جميل وده جميل، وده غسيل وفرش وده غسيل بس وفرش. هي لو مش التركي اتقل شويه بس، وكل واحده ليها رغبتها زي ما تحب. بس انا مش شايفه فرق والله، ما حتى المصري بقى مزهزه اهو. بصي زي ما تحب. بصوا بناتي ده العنبايه دي يا عنبك يا ام ميدو. يا عنب. بيع لنا عنب. بصوا شايفين العنب العنب التركواز بقى، ده اللي بيتكلم باللون اللبني. كان الاول بامبا. بصوا كان الاول فاكره ازاي؟ وبعد كده بامبي. بعد كده بامبي. بصوا على فكره ده مش عيب، بتبقى هاديه من هنا لا ده يا جماعه ده درجات، رسمه فيها تدرجات. رسمه. بصوا فيها تدرجات. بصوا انا عايزه اوريكم عشان قبل كده اتبعت قدام مني فيها تدرجات. شايفين التدرج اهدى في الحته دي هاديه. بصوا بقى كلها لون واحد اهي. ايوه زي يعني التركي. فيها تدرجات لان دي رسمه تركي اساسا. رسمه تركي. فالتركي بيبدع في الحته دي قوي. وعندنا بقى الرسمه بتاعت الريشه، فاكرينها؟ رصاصي في كشمير اهي. انهي واحده؟ اهي رصاصي في كشميري اهي. أيوة. الريشه بتاعتنا دي الجوجع. الجوجع. طيب انا مسميها الريش. تمام. بصوا يا بنات ادي الكشميري وادي الرصاصي بتاعتها. ريشه كده اللون بس نرجع لكم ورا. وادي الرصاصه بتاعتها. بصوا الشياكه. انا طبعا كل واحد دي اذواق، وكل واحد ليه اختيار. جميل. تيجي عندي كل واحده ليها ذوق وكل واحده ليها اختيار. طب انا عايزه اسالك بقى سؤال زي ما انت حابه. عايزه اسالك سؤال. بصي يا ميدو، لو انا هعمل من سرير عروسه اكلف كام؟ سرير عروسه بيتكلف في التركي ولا في المصري؟ في المصري. احنا في المصري دلوقتي. في المصري بيتكلف 270. لا في عرض بيقول لك 250. هاتي 1000 جنيه واعمل لك 4 طقم. جميل. لو حطيت له استك؟ لو حطيتي له استك هيبقى الطقم عامل، بياخد بقى حسب الناس، لان المتر 80 ليه مقاس، المتر 60 ليه مقاس. طيب ما انا بصي باخد سعر التكلفه بس. تمام يلا بينا. بصوا يا بنات بقى، تعالوا بقى ايه نخشوا على بقيه الالوان دي احنا جبناها قبل كده. تعالي على الساده بقى. تعالي على الساده. يلا الساده المتر ب 55 جنيه يا بنات. ما فيهوش كلام. ده قطن. لا ده ما فيهوش كلام، انا عارفه، لان نسبه البيور فيه القطن فيه عالي قوي. عالي قوي. فده الكلام ده ما فيش منه كلام. هي بصوا كل الوان الساده عندنا. بصوا يا بنات كل الوان الساده عندنا. احنا بنحطه بقى بنات كبيرة. احنا بنحطه الساده في المنقوش، صح يا ميدو؟ بس يعني مثلا كده الاصفر نحطه مثلا في المنقوش الاسود. اهي فين الاسود الريشه اهي. في زي ما واحده النهارده خدت الاسود في الريشه، الاسود الاصفر. بتحط فيه الاصفر كده. بصوا يعني انا ممكن احط كده. بصوا يعني ممكن اعمل الريشه كده، شايفيني يعني فاهمين؟ الساده في المنقوش. مكانك فين؟ في ساعة كرموز في اسكندريه على الترام عند مسجد الكومندان. رقم تليفونك؟ اذا ارضيناكم فتحدثوا عنا، واذا لم نرضيكم فتحدثوا الينا على 012 00 770 537. في توصيل؟ في توصيل. في تفصيل؟ في تفصيل. نهارك زي الفل. نهارك قشطه.